هنعمل النهارده مع بعض الحليب المكثف المحلى بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات كلها موجوده في البيت من غير ما تحطيه على النار وتفضلي واقفه جنبه وقت طويل. هنعمله مع بعض في 5 دقايق. هو ليه طريقتين، هنعمل النهارده الطريقه السهله السريعه وما بتفرقش في الطعم عن الجاهز خالص. اول حاجه معانا كوبايه من الحليب البودره، وهنزل في الخلاط او في الكب اي حاجه حابه تشتغلي فيها. بسم الله. وكوبايه من السكر، ونص كوبايه من الميه، بس اهم حاجه تكون ميه سخنه. ومعايا مكعب من الزبده ورشه من الفانيليا، وممكن تستغني عنها. مش هعمل اي حاجه غير ان انا اضربهم في الخلاط او في الكبه زي ما قلت، او ممكن بالهاند بلندر. دي كده معايا الحليب المكثف السريع بعد ما ضربته في الخلاط. بسم الله. ودي كده القوام معانا في الاول، لما نحطه في التلاجة القوام هيتقل معانا. وده قلنا الطريقه السريعه اللي ما بتاخدش وقت خالص. انما الطريقه التانيه للحليب المكثف المحلى ما بتاخدش لبن بودره خالص. يعني بتحطي كوبايتين من الحليب اللي هو اللبن يعني العادي، وتلتين كوبايه من السكر، وبتحط عليهم رشه من الفانيليا. تستغنى عن الفانيليا وتديهم تقليبه الاول، وتحطيهم على النار. تخلي النار وسط وتقلبي لحد ما السكر يدوب على النار معاكي من 30 دقيقه ل 40 دقيقه، بس بتفضلي حواليه لانه بيفور، فبتخلي بالك ان هو ما يفورش ويبهدل معاكي الدنيا. وكده طريقه الحليب المكثف الاصلي، ودي طريقه الحليب المكثف السريع. سيبها ساعه في التلاجة ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. دلوقتي معايا الحليب المكثف المحلى بعد ما سبته حوالي ساعه في التلاجة. ده القوام بتاعه، هو دي كده القوام المظبوط. وكل ما تسيبيه في التلاجة هيتقل معاكي اكتر. كده خلاص وصفتنا النهارده جاهزه. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوها متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.